مع الآن في السياق ذاته من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسلنا حسين إبراهيم. حسين، أهلا بك ومرحبا. ما حقيقة تحضير الولايات المتحدة لمشروع قرار سيعرض على التصويت في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية نهاية هذا الشهر، يدعو أطراف النزاع إلى بدء محادثات دون تأخير أو شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي؟ كنا نتحدث عن التحركات داخل مجلس الأمن الدولي بأنها تتكثف الآن قبل التصويت خلال الأيام المقبلة على هذا المشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء الغربية. في هذه الجلسة أيضا ينتظر أن تجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. المشروع الذي اطلعت عليه وأعدته واشنطن كما ذكرنا أرسلته إلى الأعضاء الدائمين يؤكد أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب هي الأساس الواقعي والجدي الوحيد للتوصل إلى حل سياسي دائم، ويستبعد مشروع القرار. يعني لم تكن هناك أي إشارة إلى خيار الاستفتاء على تقرير المصير. النص يدعو الأطراف المعنية إلى استئناف المفاوضات من دون أي شروط مسبقة. يقترح أيضا تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة حتى العام المقبل بانتظار تقييم نهائي من الأمين العام للأمم المتحدة كما ذكرت أحد بنوده. أيضا القرار يشير إلى دور الرئيس دونالد ترامب في دعم هذا المقترح والمقترح المغربي، ويعبر عن استعداد واشنطن لاستضافة مفاوضات جديدة بإشراف المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، طبعا بهدف دعم العملية السياسية نحو تسوية نهائية. لكن حتى اللحظة حكيم علينا أن نعلم بأن هذا المشروع لا يزال في مرحلة المسودة، لم يوضع باللون الأزرق، وهذا هو الإجراء الأخير اللون الأزرق قبل طرحه على التصويت. ما يعني أن المفاوضات الجارية الآن بين العواصم المؤثرة قد تؤدي إلى إدخال تعديلات على النص قبل اعتماده بصيغته النهائية. في المقابل الآن هناك مشاورات مستمرة أيضا داخل مجلس الأمن الدولي كما علمنا بينها مشاورات الجزائر تجريها وتجري اتصالات مع موسكو في محاولة للتأثير على مواجهة المشروع بالفيتو الروسي أو تعديل بعض بنوده. تواصل أيضا الولايات المتحدة تنسيقها مع شركائها لضمان التوافق قبل طرح النص على التصويت. حتى الآن لم يعلن رسميا عن موعد الجلسة النهائية، لكن بحسب مصادر دبلوماسية هنا في نيويورك التصويت متوقع في نهاية الأسبوع المقبل. وهناك ترقب حذر لموقف روسيا التي الآن تتولى رئاسة المجلس، وإذا كانت ستواجه هذا المشروع بالفيتو أم لا. أشكرك جزيل الشكر من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسلنا حسين إبراهيم.